نبدأ كلامنا والصلاة والسلام على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي واصدقائي واحبائي ومتابعيني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكب كيك بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمله في الخلاط. يعني لا هنحتاج عجان ولا هنحتاج مضرب كهربائي، ممكن بمضرب يدوي او حتى بمعلقة هنقلبه كده هيطلع معانا احلى كب كيك ان شاء الله. ومكوناته ان شاء الله موجودة عندنا في كل بيت. تعالوا نشوفوا مكونات الكب كيك بتاعنا ايه وهنعمل الكب كيك بتاعنا ازاي. يلا بينا. المكونات بتاعتي كوبايه ونص من الدقيق الابيض، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن، من نص كوبايه لكوبايه الا ربع سكر ابيض، 2 بيضه مع الفانيليا، معلقه كيك شيف. الكوبايه اللي انا استخدمتها الكوبايه ديت، عايزه تستخدمي اقل مفيش مشكله. هنجيب الخلاط بقى ونحط فيه نص كوبايه الزيت يكون نضيف طبعا، كوبايه الا ربع سكر، ممكن تحطي نص كوبايه لو انت ما بتحبيش الحاجه محليه قوي، احنا بنحب الحاجه محليه قوي. 2 بيضه بدرجه حراره الغرفه، وهنحط عليهم الفانيليا وهنديهم ضربه في الخلاط عشان خاطر المكونات تندمج مع بعضها والسكر يدوب شويه. ادي بعد ما ضربتها اهوت، هنحط بقى نص كوبايه اللبن عشان خاطر نضرب برضو المكونات مع بعضها شويه. هضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. طبعا انا معلقتين الكاكاو ديت انا حطاهم عشان خاطر هاخد جزء واحط عليه يبقى بالشوكولاته، لان هاخد جزء ابيض بس، جزء صغير انا عامله والله الجزء الابيض بس عشانكم، لان انا بنحب بالشوكولاته بس بصراحه ما بنحبش البيضه قد كده، بس انا عشان مش كل مره بعملها لكم غامق غامق قلت افتح لكم شويه. حطيت الدقيق طبعا والبيكنج باودر او الكيك شيف دلوقتي اهوت وضربتهم، الخليط اهو قدامي. هاخد جزء اللي انا هعمله ابيض زي ما انتم شايفين كده تمام، وهحط الباقي هحط عليه الكاكاو. هحط بقى دلوقتي هجيب برضو المنخل، ادي اهو بوريكم الجزء اللي انا حطاه ابيض، وبديله تقليبه كده لان البوله دي كانت مطرح الدقيق، فانا عطيتها تقليبه كده عشان لو في دقيق ما يكتلش في الكيك بتاعي. هحط الكاكاو بالمنخل برضو زي ما انتم شايفين عشان لو في اي كلاكيع او تكتلات في الكاكاو ما تبقاش مركزه في حته واحده بس في الكيك، تبقى كلها ميه واحده او كلها اخده من الكاكاو ومفيش حاجه متكتله جواها. انا حاطه معلقتين كبار من الكاكاو لان احنا بنحب الحاجه مركزه سواء شوكولاته ولا كاكاو. انت لو عايزه تحطي اقل من كده مفيش مشكله. انا هقلبهم كويس اهوت، وهجيب الصواني بتاعه الكب كيك واحط ورق الكب كيك زي ما انتم شايفين كده. طبعا مجرد ان احنا حاطين ورق الكب كيك دوت ما بندهنش الصينيه لان هي مش هتبقى محتاجه ان هي تدهن، الورق دوت ما بيخليهاش تلزق ولا بيخليها تتحرق. بجيب انا جبت معلقه الايس كريم ديت حطيت بيها، كانت بصراحه كده احسن، ما بهدلتليش الدنيا وظبطت لي الكميه، كانت الكميه قريبه انها تكون واحده تمام. انا عبيت الكب كيك كله زي ما انتم شايفين كده، وكان فاضل حته ابيض وعندي الشوكولاته حاساه قليل شويه في كام واحده، رحت حاطه من فوق كده جزء، بقت زي اكنها نص ونص يعني بس كده انا خلصت الكميه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. هحطها في الفرن على درجه حراره 180 درجه على الرف اللي في النص عشان خاطر زي ما بتعملي الكيكه يعني عشان خاطر تستوى كويس. هحطها في الفرن. بعد ما حطينا الكب كيك في الفرن هنيجي نعمل الكريم جانتيه. كريم جانتيه هنحط مع كوبايتين كريم جانتيه خام، هنحط عليهم 3 معالق باستري كريم، الحاجات دي بنجيبها من عند مستلزمات الحلواني. هنحط عليهم كوبايه سكر، ممكن تقللي السكر زي ما قلت لكم احنا بنحب الحاجه محليه، انت ممكن تقللي السكر تحطي كوبايه الا ربع او نص كوبايه مفيش مشكله. هنحط كوبايتين لبن، هحط منهم كوبايه ونص، والنص كوبايه هشيلها هشوف نفسي محتاجاها ولا لا. وهاجي هحط عليهم الكاكاو، كاكاو خام برضو احط، انا هحط 3 معالق، عايزه تقللي الكميه بتاعه الكاكاو مفيش مشكله، ممكن تحطي معلقتين او معلقه، بس معلقه تبقى خفيفه خليكي معلقتين. هنضرب طبعا الخليط بتاعنا كويس جدا عشان خاطر يختلط ببعضه. وكان عندي جناش شوكولاته، كان عندي حوالي معلقه جناش شوكولاته اهيت، رحت حطاها عشان تعزز طعم الشوكولاته لان احنا بنموت في حاجه اسمها شوكولاته بصراحه. هنضرب طبعا الكريم جانتيه بتاعنا لغايه ما يوصل للقوام المناسب وهنحطه في التلاجة ونجيب. طبعا هنا الكب كيك بعد ما طلعته من الفرن بصوا بقى عامل ازاي، وريحته كانت ما اقولكوش قلب الشقه والله، كانت ريحته جميله جدا وشكله هش جدا وطعمه تحفه. يعني انت لو مش عايزه تحطي كريم جانتيه وتاكليه كده هيبقى جميل جدا برده هيعجبك، لان احنا حاطين له السكر وكل حاجه. طبعا هسيبه يبرد الاول، وبعد ما يبرد هجيب الكريم جانتيه بتاعي وهزينه. انا كنت طبعا عامله بالشوكولاته معاكم، وانا كان عندي كريم جانتيه ابيض في الفريزر، طبعا انا اي كريم جانتيه بيفيد مني
بحطه في الفريزر بيقعد فتره كبيره جدا، بطلعه بستخدمه اكني لسه عاملاه ما فيهوش اي حاجه. فانا الابيض ده هحط عليه ابيض، وزي ما قلت لكم انا عامله الابيض عشان كنت والله احنا ملناش في الابيض قد كده. فانا حطيت الابيض اهوت. وكان فاضل يعني انا عملت كام واحده بالابيض وفضل حته رحت حاطه عليها لون اللي هو الاحمر، عمل لون بينك كده، فعملت 2 لونهم بينك كان شكلهم حلو جدا. وطبعا الغرنشه من فوق دي بتاعتك انتي، اي حاجه عندك عايزه تحطيها حطيها، عايزه تاكليه كده مفيش مشكله. يعني عندك سبرينكلز ماشي، عندك شوكليت شيبس ماشي، عندك اللي هي كور الكريسبي ديت ماشي، عندك مكسرات ماشي، ما عندكيش حاجه ومش عايزه تعمليها تحطي عليها حاجه مفيش مشكله. المتاح عندك اعمليه، ما تأزميش نفسك ويبقى لازم اللي زي اللي معمول في الفيديو يبقى هو دوت اللي انا اعمله، لا مش شرط خالص. دي بتاعتك انتي اللي انتي تحبيه واللي انتي تتقبليه وولادك يتقبلوه اعمليه. انا عملت لكم الفاتح ده زي ما قلت لكم عشان كنت والله لكن احنا ملناش في الفاتح قد كده، احنا لينا في الشوكولاته سواء انا او الاولاد. انا بوريكم الكميه اللي اتعملت من كوبايه ونص دقيق، عملت 24 قطعه ما شاء الله. كانت هشه جدا وكانت طعمها تحفه، وكل اللي كان منه بصراحه عجبه الحمد لله. فانا عملته هو وبوريكم وبقول لكم بقى ايه ان التزيين ده بتاعك انت والكلام ده. انا بوريكم هنا بقى الشكل بتاعه من قريب شويه، وبقول لكم على حته الكريمه اللي هي البينك ديت، بقول لكم انا عملتها ازاي لان انا في الفيديو نفسه ما قلتش. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم، واتمنى ان انتوا تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. واتمنى فيديوهاتي كلها تكون بتعجبكم، ويا ريت تفرحوني باللايك لان اللايك برضو بيرفع الفيديو، فيا ريت تفرحوني بيه. بس كده وخلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. باي باي. زي ما شفنا عملنا الكب كيك بتاعنا بطريقه سهله وما خدش معانا وقت خالص، ومكوناته ان شاء الله موجوده عندك في البيت. يا رب الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم، ويا رب وصفاتنا كلها تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. باي باي.